الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر لله شكرا يليق بجلاله، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا مرحبا بكم. حياكم الله. أقبل علينا رمضان بمعانيه الحسان ليجلب معه الرحمة والعفو والغفران. شيخنا، أيام قلائل ويأتي رمضان، وكان لابد من الحديث عن فقه الصيام. بداية شيخنا، تعريف الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين القائل عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، ومنها وصوم رمضان. حقيقة كما تفضلت، نحن الآن في نهايات أو بدأنا الآن في الوسط الثاني أو القسم الثاني أو المنتصف الثاني لشهر شوال أو شهر شعبان. وعاش الناس البارحة طبعا نفحات ليلة النصف من شعبان، ومعها فيها حقيقة من كلام كثير جدا فيما يتعلق بأحكام هذه الليلة وفضيلة هذه الليلة، بين من يرى أفضليتها ولكنه يتوقف فيما يمكن أن يكون فيها، وبين من يتوسع في هذه الليلة ويدخل عليها الكثير من الأشياء. لكن ما يهمنا حقيقة في هذا الموضوع هو أن شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام، وكان يتهيأ فيه عليه الصلاة والسلام كحالة النوافل عموما المقدمة على الفرائض، كما أن الصلوات فيها هنالك نوافل قبلية ونوافل بعدية، فإن كذلك الصوم فيه أيضا نوافل بعدية وهي 6 من شوال، ولكن فيه أيضا يمكن أن تكون نوافل قبلية وهو التمهيد لرمضان بصيام شعبان. وحقيقة الناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم مكثر في هذا الشهر من الصيام، ومنهم المتوسط، ومنهم المقل، وكل ذلك حتى يدخل الإنسان وهو قد تهيأت نفسه وتهيأ جسده وتهيأت كذلك أمعاؤه لا يفاجأ بقضية الصيام في رمضان، يدخل مباشرة إلى رمضان دون أي مقدمات. بالتالي كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم في رمضان. أيضا كان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن هنا يذكر الحديث أو نذكر الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو أن القضاء من تأخر قضاؤه حتى دخل عليه شعبان فإنه يتعين الآن التعجيل. نحن هنا ننبه قبل الدخول إن شاء الله في موضوع أحكام رمضان، ننبه لأن هذا الشهر الآن مما فيه من أحكام التعجيل بالقضاء لمن لم يستطع أن يصوم خلال العام. وكانت عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك، أنها كانت تنشغل بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤخر أحيانا القضاء. وبعض الناس لمرض، لانشغال، لسفر، لغيره هي لا يتمكن حقيقة من القضاء. وهنا نحن ننبه ما بقي الآن تقريبا أقل من 15 يوم، وبالتالي نعم، فمن كان عليه قضاء رمضان عليه أن يعجل بهذا الموضوع. النقطة الثالثة
قبل أن ندخل كذلك في رمضان، ونحن الآن في حلقة يمكن أن نعتبرها تمهيدية لهذا الشهر المبارك، لا بد من التهيئة النفسية والقلبية، والتهيئة كذلك من خلال أيضا العملية. يعني بعض الناس قد يحتاج أيضا إلى تهيئة عملية فيما يتعلق بارتباطات العمل وغيرها لهذا الشهر المبارك. فمن حيث التهيئة النفسية نحتاج أن يتهيأ الناس لرمضان. للأسف الشديد نوعية التهيئة الموجودة الآن عموما في البيوت وفي الأسر هي التهيئة ما يتعلق بالطعام والشراب. هذا لا نحتاج أن نوصي فيه، يعني مع أنه حقيقة ليس هذا من مقاصد الصيام. يعني ليس المقصد الأساسي للصيام أن الناس تمتلئ بيوتها بالطعام في رمضان أو أن تمتلئ بطونها في رمضان، لا. رمضان الهدف الأساسي منه أنه والله يكون هنالك إقبال على الله سبحانه وتعالى، إقبال روحي، إقبال نفسي، إقبال عملي، إقبال تعبدي في هذا الشهر. لكن للأسف الشديد الأعراف غلبت الآن التعبديات، والعادات غلبت للأسف الشديد الجانب التعبدي في هذا الشهر المبارك. فالآن تجد الأسواق كلها مثلا ناس يتسابقون الآن لشراء حوائج رمضان وعدة رمضان ومأكولات رمضان، وأكيد الميزانية أيضا لن تكون نفس الميزانية اللي كانت والله في الشهور الحديث. هذه إشكالية كبيرة جدا. يمكن نقول هنا للأسف الشديد ناس يتناقضون مع مقصد الصيام. مقصد الصيام مش إنه نحن والله نخرج أوزاننا خفيفة ونطلع أوزاننا أثقل وأسمن، يعني لا. المقصود أن هنالك يكون نوع من الضغط على هذه النفس البشرية التي استمرأت خلال عام كامل، أنواع من الطعام، أنواع من المآكل، أنواع من المشارب، أن يكون هنالك نوع من التغيير ونوع من الترتيب بالضبط. فنحن محتاجين حقيقة إلى أن يكون هنالك تهيئة نفسية في هذا الاتجاه. يعني على الإنسان أن يقبل، لا يكون همه تلك القضايا حقيقة، يعني هذه شواغل للأسف الشديد التي شغلت الناس، لكن على الإنسان أن يقبل على هذا الشهر المبارك بسؤال: كيف أستقبل رمضان؟ يعني هذا سؤال كبير جدا. كيف سيستقبل الإنسان رمضان؟ هل سيستقبله وهو مشغول؟ هل سيستقبله وهو ما شاء الله دوامين على 3 دوامات؟ هل سيستقبله وهو يعني في أسفار يمكن أن يخفف منها؟ كيف سيستقبل رمضان؟ هذا سؤال كبير جدا. ما هو برنامجه كذلك الذي سيستقبل به رمضان؟ هل وضع خطة لرمضان من حيث التلاوة، من حيث التعليم، من حيث الإنفاق، من حيث الزكاة، من حيث النوافل، من حيث الاعتكاف؟ هذه كلها تساؤلات علينا أن نطرحها حقيقة ما قبل رمضان. يعني هذه لا تصلح أن نطرحها نحن وقد دخل علينا رمضان. فجميل جدا حقيقة أن يكون هنالك حلقة مثل هذه الحلقات المقدمة على رمضان حتى ننبه الناس حقيقة على هذا الموضوع المهم جدا: كيف سنستقبل هذا الشهر المبارك؟ هذا سؤال يعني قد تجيب عليه ربة المنزل بأنه والله تستقبله بشراء المأكولات مثلا، مقابل، لكن ليس هذا. نحن علينا أن نجيب على سؤال: كيف نستقبل رمضان من الناحية الروحية، من حيث استقباله بالبرامج، من حيث الانتفاع، من حيث النفع للآخرين؟ ما هو المجال الذي استطيع في رمضان أن أقدم فيه وأتميز فيه؟ هذه كلها تساؤلات حقيقة، وكل إنسان يستطيع في هذا السؤال أن يجدول بما يشاء من برامج يستطيع يقدمها. فالعالم جدوله ليس كالعامي، وكذلك صاحب الصحة القوية ليس، صاحب المبادرات ليس كشخص ليست له مبادرات، صاحب الأموال الذي يستطيع أن يساهم في رمضان بشكل جيد ليس كالمعلم الذي يستطيع أن ينفع الناس في هذا الشهر المبارك من تعليم القرآن الكريم. فالشاهد أنه والله يمكن لكل إنسان منا أن يضع إن شاء الله في هذا الشهر المبارك تحت عنوان: ماذا يمكن أن أقدم وكيف أستقبل هذا الشهر المبارك؟ هذه كلها تساؤلات حقيقة يعني يجب أن نضعها أمام المشاهد، ونحن إن شاء الله نستقبل هذا الشهر المبارك. بالنسبة لموضوع السؤال اللي هو الصيام من حيث تعريف الصيام لغة واصطلاحا، الصوم من حيث اللغة هو الإمساك. الصوم من حيث اللغة هو الإمساك. فيقال مثلا: صام عن الكلام. صام عن الكلام بمعنى أمسك عن الكلام، أو صام عن الطعام أمسك عن الطعام، صام عن الشراب أمسك عن الشراب. فالصوم وجاء ذلك في قوله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا مريم عليه السلام أمسكت عن الكلام، أمسكت عن الكلام، وقد جاءت بوليدها إلى قومها وأنطق الله الغلام بعد ذلك. هي أمسكت عن الكلام فأنطق الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
فلو أنها تكلمت هي ربما ما استطاعت أن تنفي عن نفسها هذه المسألة التي خرجت فيها عن الطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإنسانية أن يكون هنالك رجل وامرأة يلتقيان فينتج عنهما وليد، صحيح. ولكنها امرأة عفيفة، امرأة لم يمسها أحد. أن يكون، حتى هي لما جاءها الملك ليبشرها بالغلام قالت أن يكون لي غلام. ولد، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فهي لم تكن، ولكن أنطق الله، أسكتها أو أمسكت عن الكلام وأنطق الله سبحانه. فهنا الإمساك، الصوم هو الإمساك مطلقا، مطلق الإمساك. أما من الناحية الشرعية فعرفه البعض بعبارة فيها نوع من الدقة. قالوا هو عبارة عن إمساك مخصوص. إمساك مخصوص ليس مطلق الإمساك. إمساك مخصوص في زمان مخصوص من أشخاص مخصوصين إلى وقت مخصوص. يعني هذه تقريبا وبنية. تعريف جميل. يعني هو يمسك هذا الإنسان، هذا الإمساك المخصوص هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع، ليس مطلق الإمساك. الآن خرجت كل القضايا الأخرى، إمساك عن الكلام، هذه كلها خرجت. بقينا على الإمساك المعلوم أو المخصوص، هذا مخصوص بأشياء معينة. عن ماذا تمسك؟ عن الطعام وما في حكمه، وعن الشراب وما في حكمه، وعن الجماع وما في حكمه. هذه الثلاث أشياء هي المقصودة هنا في لفظة الإمساك عندنا من الناحية الشرعية. إمساك مخصوص. طيب، في زمان مخصوص أيضا. هذا الإمساك الذي نتكلم عنه له زمان مخصوص. هذا الزمان حدده الشارع بوقت معين، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام يكون نهارا لا يكون ليلا. فمن أراد أن يصوم ليلا نقول له هذا لا ينطبق عليه الصيام الشرعي. الصيام الشرعي المراد هنا في قوله تعالى كتب عليكم الصيام هو صيام مخصوص عن أشياء معينة، إمساك عن أشياء معينة، امتناع عن أشياء معينة في زمان مخصوص. هذا الزمان هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أشخاص أيضا مخصوصين مسلمون، وهم المسلمون. طيب، هل يكفي ذلك؟ قد يمسك الإنسان عن الطعام والشراب والطعام وفي الزمان نفسه ويكون مسلما، ولكنه ينقص مسألة مهمة جدا، وهو أنه يفعل ذلك دون نية. فعل فقط، فعل امتنع. يعني إما أنه امتنع لعدم وجود الطعام أو عدم وجود الشراب أو لا رغبة له أو عادة. كل ذلك لا يحوله شرعا إلى صيام إلا أن يكون مصحوبا بالنية. أن يكون مصحوبا بالنية. لذلك كثير من العلماء لم يكتفوا بقضية الإمساك عن الطعام والشراب، عن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان. وبعضهم عرف الصيام من ناحية شرعية، لكن إن لم تدخل بنية فإن بنية التعبد لله ومنهم من يقول بنية. لماذا؟ لأن الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فلا يمكن أن يكون هنالك تعبد بلا نية. فهنا نلاحظ بأن موضوع النية يدخل معنا في التعريف للصيام من الناحية الشرعية. نعم. بارك الله فيك شيخنا. جزئية صراحة أول مرة أعرفها وتقصير مننا صراحة، إنه طريقة الصيام كانت في بداية تشريعه كان فيه اختلاف بسيط ممكن عما هو الآن. فحدثنا شيخنا عن متى شرع الصيام وكيف كانت الطريقة. نعم. بالنسبة لشرع الصيام، هنا نحن الآن أمامنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نفهم من ذلك أن الصيام شرع لنا وشرع أيضا لمن قبلنا. فالصيام مشروع لكل الأمة، بس لكن سقف هذا الامتداد ليس واضحا مفتوح. هل والله من نوح عليه السلام أم لا والله قبلنا هؤلاء هم اليهود والنصارى من أهل الكتاب الذين قبلنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثبت وحدة الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وحدة الدين اللي هي وحدة العقيدة ومسارها إلى التوحيد. هذا لا إشكال فيه، لكن هنالك اختلاف في الشرائع. والصيام من الشرائع. الصيام من الشرائع. هنا قد يكون في اختلاف، يكون في أصل الصيام مفروض
لكن كيفيات وتفاصيل هذا الصيام تختلف من أمة إيه؟ إلى لأمة. وزمان الصيام قد يختلف أيضا توقيته من أمة لأمة. قد يكون والله في أمة يفرض عليها الشهر، وفي أمة أخرى يفرض عليها شهرين، في أمة 40 يوم. المهم هذه كلها تفاصيل نحن لم ترد لنا، لكن الآية تحدثت عن أن الصيام مكتوب علينا وكتب على الذين إيه؟ من قبلنا. هذه مسألة. بناء على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم قبل فرض الصيام يصومون يعني يصومون عاشوراء. كانوا يصومون عاشوراء، وكانوا يصومون 3 أيام من كل شهر، أيام البيض كانوا يصومون هذه. ثم لما جاءت الآية كتب عليكم الصيام لم تفرض لم يكن الأمر عينيا، بل كان اختياريا. يعني مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية. فكان شبه اختياري أو كان اختياريا. من صام وأن تصوموا خير لكم. طيب أردت أن تصوم فبها، ما أردت أن تصوم تخرج إيه؟ فدية، تخرج الفدية. طيب حتى هذه اللحظة لم يكن حتميا، كأنما كسائر الأحكام يتدرج فيها الشارع شيئا فشيئا. طيب ثم المرحلة الثالثة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لنا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا انتهينا الآن من الفدية إلا في استثناءات معينة، لكن على الجميع الآن أن يصوم. القادر على الصيام عليه إيه؟ أن يصوم، عليه أن يصوم. وكانت بداية هذا الفرض هو في السنة الثانية للهجرة، السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الصيام لم يكن مفروضا في مكة، فرض في المدينة كسائر الأحكام. يعني ربما الصلاة فرضت في مكة في أواخر العهد المكي، لكن الصيام فرض. فلما فرض الصيام بهذه الآية، عائشة رضي الله عنها تذكر في بعض الأحاديث بأن وجوب صيام عاشوراء كأنما كان واجبا توقف، فصار الناس يصومون إيه؟ رمضان، ومن شاء بعد ذلك أن يصوم نافلة مستحبة غير عاشوراء فبها، لكن ليس حتميا، ليس حتميا. ولا الثلاثة أيضا الأيام التي كان يصومونها حتمية. فالفرض الذي يتعين على الناس صيامه كفريضة 30 يوم رمضان، هذه 30 يوم. طيب الكيفية نفسها فيها كان إشكال. يعني مثلا الصحابة رضوان الله عليهم في بداية الصيام كان الواحد منهم يصوم النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب هذه كانت طريقة، كان إلى غروب الشمس. لكن كان عندهم إشكال، وهو أن الشخص إذا لم يأكل ولم يشرب ثم نام أو دخلت عليه العشاء فقد فاته إيه؟ فاته الصيام. الإفطار، فاته الإفطار، يواصل إلى اليوم الثاني، يواصل اليوم الثاني. هنا كانت الإشكالية. كانوا يتعبون جدا في قضية إيه؟ يعني مثلا واحد من الصحابة رضي الله عنهم جاء وهو متعب، وزوجته حتى تهيئ له الإفطار أخذته نومة، أخذته قفوة نومة. فهنا سبحان الله واصل هذا الرجل، فحصل على كل هذا الإشكال. ونزل بعد ذلك، نزلت الآيات بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكان هذا الموضوع فيه إشكالين. فيه إشكال أن البعض كان يعني يأتي النساء وهو ممنوع في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت أيضا كان يعني يواصل الصيام، ورفع الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع. هذه الكيفية ربما التي تغيب عن بعض الناس، أنه لم يكن من البداية. فجاءت بعد ذلك بأن من لحظة غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذه كلها يجوز فيها الأكل والشراب والجماع. ما حرمه الله نهارا أحله إيه؟ ليلة. أحله ليلة. أحل لكم ليلة الصيام اليوم من الليل الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخر الآيات. فهذه الكيفية ربما التي كانت ما قبل الصيغة الأخيرة التي انتهت إليها حالة التشريع. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، من المعلوم أن فضائل شهر رمضان لا يعني كثيرة جدا، ولا يمكن أن تعد أو تحصى في حلقة أو حلقتين.
لكن ممكن أتكلم عن أبرز أو أكثر فضائل شهر رمضان. نعم، هو لو نظرنا إليه من حيث أنه ركن من أركان الإسلام وأنه فريضة من فرائض هذا الدين، يكفي فقط أن نقول والله أنه فرض، وبالتالي هو أرقى من النافلة، أرقى من المستحب، فهو في مرتبة إيه؟ مرتبة الفرائض. وفي الفرائض هو في مرتبة الأركان. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، هذه ال5 تعتبر أركان الإسلام. وعندما نتكلم على الأركان في مسألة مهمة جدا، وهو عند أهل السنة والجماعة عندما يعرفون الإيمان يقولون الإيمان إقرار بالقلب أو تصديق، أو بعضهم يقول قول باللسان وتصديق بالقلب. نعم، تصديق بالقلب، إقرار بالقلب، وعمل بالأركان، عمل بالأركان، ونطق إيه؟ باللسان. فقضية عمل بالأركان، موضوع العمل تحديدا هنا ما أريد أن أنبه إليه، موضوع العمل بالأركان. من العلماء من ذهب إلى أن من لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي فيكون كافرا. ليس الصلاة فقط، مثلا سفيان بن عيينة يرى أن والله الأركان ال5 بالمجمل كلها يجب أن يؤتيها المسلم حتى نسميه مسلما، لا يكتفي فقط بإيه؟ بالصلاة. فالعمل بالأركان منهم من اكتفى بركن الصلاة لأنه ممكن يذكر فيها الأحاديث من تركها فقد كفر وكذا، ومنهم من رأى بأن والله الأركان ال4 لابد أن تكون مع لا إله إلا الله حتى يكون الإنسان مسلما. لكن ربما الأكثر أرجحية هي قضية الصلاة حولها على كل النصوص قد تكون كثيرة، فالترك الكلي لها يكون كفرا. ولفظة التكفير أحيانا تأتي حتى في الحج، حتى في الحج مثلا، فمن كفر بعد ذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الحج أشهر معلومات، تكلم عن البيت ثم قال فمن كفر بعد ذلك، يعني هذا الذي لا يقوم بالحج ولا يؤدي فريضة الحج تركها. الذي يتركها استحلالا طبعا وإنكارا لها هذا ما في، جحودا لها ما في كلام أنه يكفر، ولكن الذي يقر بوجوبها ويقر بأنها ركن من أركان الإسلام ويقر بأنها فريضة من فرائض الدين ومع ذلك يقصر فيها يهملها كذا. على كل موضوع الصلاة قد يكون الكلام حوله أكثر قوة من بقية لكن هنا يدخل فضل الصيام، يدخل معنا أنه ركن من أركان هذا الدين، وأنه يدخل في مسمى الإيمان، أنه يدخل في مسمى الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب به إيه؟ أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه واحدة. النقطة الثانية، يكفي أن الصيام مقصده التقوى الذي هو أعظم مقصد من مقاصد هذا الدين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. ويمكن إن شاء الله أن يكون لنا وقفة مع قضية التقوى ومقاصد الصيام بشكل عام. لكن هنا الصيام من فضله أنه يحقق التقوى، والتقوى هي المدخل إلى الجنة، تلك صحيح. الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالتقوى تورث الجنان، وبالتالي الصوم إيه؟ يورث الجنان، لأنه يحقق التقوى اللي هي مقصد من مقاصد هذا الدين ومقصد من مقاصد الصيام. فهذا فضل من فضائل. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من صام رمضان، هذا الحديث عن أبي هريرة، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي أنه مصدق بأن هذا فريضة من الله سبحانه، ويؤمن بأن الله فرض علينا ذلك، فهو يؤمن بفريضة الصيام. احتسابا يرجو ثواب هذا الصيام من الله سبحانه وتعالى، أي لا فيها رياء، لا فيها مجاملة، لا فيها عادات يفعلها مع الناس، لا، هو يؤمن بأنها فريضة ويحتسب أجره إيه؟ عند الله سبحانه وتعالى، فينفي عن نفسه كل ما يتعلق بالشبهات التي يمكن أن تدخل على الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو على كل هنا موضوع غفر له ما تقدم منه، هل والله تكفر كل الذنوب ما يتعلق بها بحق الله وحق العباد؟ منهم من قال بذلك،
منهم من قال به. بذلك. ومنهم من قال والله هذا الذي يكفر هو ما تعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصغائر وليست الكبائر. الخطايا. لأن موضوع الكبائر الشرط فيها أن يتوب الإنسان، شرط أن يغفرها الله سبحانه وتعالى التوبة. فمنهم من ركز في قضية التوبة واعتبر هذه الأحاديث التي فيها التكفير، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات، قال ما اجتنبت إيه؟ اجتنبت الكبائر، اجتنبت الكبائر. فهذا الذي نميل إليه، وهو أن الإنسان الصغائر كلها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه واحد. الأمر الثاني ألا يتعلق ذلك أيضا بحقوق العباد. حقوق العباد تتعلق بهم، إما أنك تعطيهم إياها وإما أنها ستقتص منك يوم القيامة. هذه مسألة لا بد أيضا. فهذا أيضا من فضل الصيام أنه يكفر الصغائر الكثيرة، والناس طبعا الصغائر يقعون فيها حتى من وفقه الله سبحانه وتعالى في اجتناب الكبائر، فكيف بمن والعياذ بالله يقع في الكبائر. فعلى كل هذه من الأشياء التي يعني تدرج في فضل هذا الصوم أو فضله. أيضا الصيام يندرج ضمن أبواب الصبر. الصيام لو اعتبرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان. فأحيانا كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله الدين كله صبر وشكر. صبر وشكر. فلما نأتي نقسم الصيام أين يقع في هذا الموضوع، الصيام يندرج ضمن أبواب إيه؟ أبواب الصبر. والصلاة تندرج ضمن أبواب الذكر. الصلاة تندرج في الذكر، ولذكر الله أكبر. الصلاة باب الذكر، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله. فالصلاة من أبواب الذكر، والصيام من أبواب إيه؟ الصبر. طيب، لما ننظر إلى الصبر وكيف تعاملت معه النصوص الشرعية من حيث الثواب، نلاحظ الله أن القرآن يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أجر الصيام ليس محدودا، بمعنى ليس محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم أشار مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. طيب، هنا نلاحظ الحسنة في الوضع الطبيعي ب10 حسنات، الحسنة ب10 إلى 700 ضعف عند المضاعفة إلى أضعاف كثيرة. يضاعف الله لمن يشاء. فيضاعف الله لمن يشاء. هنا بالذات في موضوع الصيام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصوم قال الله سبحانه وتعالى فيه الصوم لي وأنا أجزي به. يعني كأنما سبحان الله، يعني الشخص يقول لك موضوع الشيء الفلاني عندي، حسابه عندي وخلاصه عندي، لا تشيل هم. فهذه طبعا فيها قضية كبيرة أكبر من كل الذين تكلم عن قضية 10 حسنات إلى 700، لا، أكبر من ذلك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نفس الطريقة الصوم لي وأنا أجزي به. والنبي صلى الله عليه وسلم السياق نفسه الذي ذكر فيه قال الحسنة ب10 أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه أيضا من فضائل الصيام. الصوم أيضا من فضائله له باب خاص اسمه باب الريان في الجنة، لا يدخل به إلا الصائمون. فإذا دخل الصائمون بهذا الباب أغلق بعد ذلك. طيب شيخنا، هنا سؤال. نعم. كيف ممكن الواحد يدخل تحت مسمى الصائمون؟ على كل هذه طبعا من الصعب أنه الآن بدقة أن نحدد من الذي يطلق عليه صائما، لكن الحد الأدنى أن من يصوم رمضان يدخل في هذا. فالمسلم الملتزم بالصيام في حده الأدنى. لكن بلا شك من يصوم رمضان ويكثر من النوافل يصدق عليه أنه يعني مستمر على ذلك. فعندما شخص مثلا نصفه بصفة معينة لا يوصف بالصفة إلا إذا المبالغة والإكثار فيها. فمثلا لا نقول للشخص منفق وهو ينفق مرة واحدة في السنة مثلا، لا يقال. لكن الشخص الذي نجده منفق باستمرار هذا نقول عليه منفق ونقول عنه محسن، مش كده؟ نفس الطريقة كلما أكثر الإنسان من الصيام فإنه يسمى صائما. لكن في الحد الأدنى يصدق على من صام رمضان كل عمره رمضان يصوم، فهو على كل يستحق أن يدخل من باب الريان، لأنه هذا ما فرضه الله سبحانه وتعالى.
وخص هذا الباب لهؤلاء الناس. فمن أدى الفرض الذي عليه قد يكون يكرمه الله سبحانه وتعالى بالدخول بهذا الباب. نعم. الصيام أيضا من فضائله، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فرحتين في الصيام، قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند إيه؟ عند لقاء ربه. عند فطره هو إما في الإفطار اليومي، كلما أفطر الإنسان وقت المغرب له فرحة، وإما عند اكتمال شهر رمضان له فرحة كبرى. هذه الفرحات الصغيرة كل يوم يفرح بما أكرمه الله سبحانه باكتمال يوم، له فرحة، وهذه بلا شك ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان يستبشر سبحان الله بعمله، يستبشر أن الله أعانه ووفقه وجعله من أصفيائه وأوليائه وعباده. هذا ليس أمرا سهلا، فيه فرحة. هل يفرح الإنسان بذلك؟ نعم يفرح بذلك، يفرح أن الله اختاره، أن الله جعله مسلما، أن الله جعله صائما، أن الله وفقه في الصيام. فكم من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يوفق في ذلك. صحيح. كل ذلك موجود. وبالتالي للمؤمن فرحتان، فرحة عند الإفطار، والفرحة الثانية عند لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه طبعا قضية فرحة كبيرة جدا، لأن الصوم لي، هنا أنت أمام الله سبحانه وتعالى، الصوم لي وأنا أجزي به. أيضا الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة. الصوم جنة، يعني جنة وجنة وجنة، مش كده؟ الجنة معروفة بالفتح، هي الجنة التي أعدها الله لعباده، والجنة هم عالم الجن، عالم الجن. صحيح. والجنة هي عبارة عن الوقاية التي تكون بين الإنسان وبين شيء ما، أو الحرز. فمثلا نقول جن الليل لأنه غطى على إيه؟ على كل ما كان ظاهرا. إذا جن صحيح. الليل فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، جن الليل خلاص غطى كل شيء. والجنة نفس اسمها أيضا فيها هذا الجانب، الجنة أن فيها من الظلال، وفيها أحيانا لا يشاهد ولا يرى ما خلف هذه الأشجار لكثافتها. صحيح. فالجنة هو الاتقاء، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويقاتل إيه؟ من ورائه، يتقى به ويقاتل من ورائه. كذلك الصيام جنة من إيش؟ لو نظرنا في دنيانا هذه، هو عبارة وقاية من المعاصي ومن الذنوب، ووقاية من الأمراض، ووقاية من متابعة الشهوات، وقاية من أشياء كثيرة جدا. صحيح. هذه. لكن لو نظرنا إليه في الآخرة، فهو بما أن الجزاء من جنس العمل، فمن اتقى في دنياه فإنه إيه؟ يذهب إلى آخرته. صحيح. ويكون هذا الصيام وقاية بينه وبين عذاب الله. وهنا طبعا نستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام، يعني من صام يوما نافلة، طبعا من صام باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا أو كذا، 70 خريفا مثلا. فلاحظ إذا كان والله يبتعد الإنسان بصوم يوم واحد ونافلة كيف سيكون بصيام الفريضة؟ بلا شك سيكون الوضع إيه؟ فعندما تصوم كأنما كلما أكثرت من الصيام كلما جعلت بينك وبين النار وقاية، تتقي النار. والله عز وجل أمرنا أن نتقيها، واتقوا الله، قال واتقوا النار، مش كده؟ فنتقي الله سبحانه وتعالى خوفا وتعظيما وإجلالا وكذا، ونتقي النار أيضا، نجعل بيننا وبين هذه النار التي أخافنا الله منها أن نتقيها، مش كده؟ فهذه أيضا من الأشياء التي يعني أمرنا بها. أيضا من الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لخروف فم الصائم. طبعا الصائم عندما يصوم، خصوصا بعد ما خلاص يتجاوز الإنسان منتصف النهار، هنالك رائحة تخرج من جوف ابن آدم. صحيح. الرائحة عندنا مكروهة، يعني ليست مفضلة، إنه الواحد لا يحب أن يشتم رائحة إيه؟ كريهة. رائحة كريهة. لكن هذه الرائحة يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه على كل جملة
من الفضائل التي يعني يمكن أن تندرج، وفضائله حقيقة كثيرة جدا. هنالك فضائل تربوية، هنالك فضائل روحية، هنالك فضائل اجتماعية، ويمكن إن شاء الله إذا أتيحت لنا بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة ممكن إن شاء الله نتناول هذا الجانب بإذن الله. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. دمتم سالمين.